حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلاب الصف الثاني ثانوي علمي وادبي هناخد مع بعض النهارده اخر فيديو القوانين. طبعا هنقول تاني ما ينفعش تسمع فيديو القوانين غير لما تكون ذاكرت كويس، لان ده ملخص قوانين المنهج كله. عشان احنا بنقراه معاك، مش بنشرح قوانين، مش هنلحق نشرح قوانين المنهج كله، اكيد في فيديوهات للشرح، ولكن انا بفصص معاك قانون قانون عشان برضه بالمره لو في غلطه بطلعها لك، لان ورق يكون في خطأ في كتابة الورق. ولكن اخر فيديو في سنة تانية لحساب المثلثات، وطبعا هي ورقة جميلة واحدة بس، اخر ورقة الورقة رقم 8 هنقولها مع بعض، وركز فيها معايا عشان هنوضح لك كل الملخص بتاعك. يلا بينا نبدأ مع بعض حساب المثلثات النهارده. اول قانون عندي طبعا في حساب المثلثات قاعدة الجيب، غني عن التعريف طبعا. قاعدة الجيب هنقولها تاني، في اي مثلث طبعا ا ب ج بيقول لي ايه يعني ايه قاعده الجيب. طبعا ا ب اللي هو ج شرطه، ا ج اللي هي ب شرطه، ب ج اللي هي ا شرطه. شوف الضلع الناقص وحطه شرطه، ده القانون بتاعك. كنا بنقوله مع بعض كده وبراحه واحده واحده. اول حاجه عندي عشان نفتكر مع بعض، كنا بنقول ا شرطه على ج، ا شرطه على ج ا بتساوي ب شرطه على ج ب بتساوي ج شرطه على ج ج. ممكن نقول نجمعهم كلهم مع بعض ان ا شرطه زائد ب شرطه زائد ج شرطه على ج ا زائد ج ب زائد ج ج. وممكن نقول ان المحيط بتاعي اللي هو ا شرطه زائد ب شرطه زائد ج شرطه بتساوي مجموع الزوايا مع بعض برضه. كل ده كان بيساوي عندي حاجه اسمها 2 نق نص قطر الدايره الخارج او نص قطر الدايره المره برؤوس المثلث حسب المساله بتاعتك. تعال نشوف بنعمل ايه تاني او موجود ايه تاني عندنا في القوانين. ملخص قوانين جميل جدا جدا خاصه في حساب المثلثات، هيسهل معاك الدنيا. بيقول لي ايه يستخدم لو معاك قانون قاعده الجيب. طبعا هنقوله ايه قاعده الجيب بنستخدمها امتى؟ لو عندي زاويتان وضلع، او زاويتان ومحيط، او زاويتان ونق، او الحاله المبهمه، ودي طبعا مش على كل الناس، على علمي فقط. طيب تعال نفك الشفرات بتاعتنا بتاع المسائل. كان بيقول لي ا شرطه بتساوي 2 نق ج ا، ركز فيها قوي. ا شرطه هتساوي 2 نق ج ا، لو عوضنا في القوانين عندي يطلع بنفس الكلام. ب شرطه 2 نق ج ب، ج شرطه 2 نق ج ج. دي تركات بسيطه كده اسمها شفرات، بنشفرها لك بتحل معاك اي سؤال. ما هو ا شرطه على ج ا بتساوي 2 نق، يبقى لو عايز ا شرطه هضرب وسطين في طرفين اللي هو 2 نق. مثال بسيط، ا شرطه على ج ا بتساوي 2 نق. عايز ا شرطه اضرب الاثنين دول في بعض، يبقى انا بلخصها لك. يبقى ا شرطه هنقول عليها 2 نق ج ا، ج شرطه 2 نق ج ج، ب شرطه 2 نق ج ب. طيب المحيط بتاعي اللي هو ا ب ج بتساوي 2 نق، ممكن اقول 2 نق في مجموع الزوايا بتاعتي اللي هو ا ج ا زائد ج ب زائد ج ج، او اقول ا شرطه زائد ب شرطه زائد ج شرطه، لان محيط المثلث مجموع اطوال اضلاع. طيب تعال نبص مع بعض على اخر حاجه. بص معايا بقى، بيقول لي كل قوانين مساحه الايه المثلث ا ب ج. طيب اول حاجه المساحه عندي بتساوي، هنقول ايه؟ نص حاصل ضرب اي ضلعين في الزاويه المحصوره ما بينهم، وليكن مثلا نص ا شرطه ب شرطه في جهه الزاويه الناقصه اللي هي ج ج. طب ممكن نقول ايه؟ نص التاني نص ب شرطه ج شرطه الزاويه الناقصه اللي هي ج ا، او نص ا شرطه ج شرطه الزاويه الناقصه اللي هي ج ب. طيب هيديك هيبقى المعطى هنا عندي هيبقى ضلعين وزاويه محصوره ما بينهم. الضلعين ا وب يبقى الزاويه ج، الضلعين ا وج يبقى الزاويه ب، الضلعين ب وج يبقى الزاويه ا. او لو مديني معطى 3 اضلاع مع بعض، هقول الجذر، ركز معايا. ح هفتح قوس ح ناقص ا شرطه، ح ناقص ب شرطه، ح ناقص ج شرطه، وقلناها ح دي اللي هي المحيط على 2، يعني نص المحيط. ح دي اللي هي نصف المحيط، ركز فيها معايا. طيب اخر قانون، لو مديني نق زائد زاويه بقول 2 نق ج ا ج ب ج ج، بضرب كله في بعض. طيب لو مديني نق زائد ضلع بقول ا شرطه ب شرطه ج شرطه على 4 نق. والله لو حليت ورقه القوانين دي حطيتها قدامك وانت بتحل اي حاجه عن حساب المثلثات، هتلاقي الدنيا قدامك سهله وبسيطه ومش محتاجه اي حاجه خالص. تعال نشوف مع بعض تريكات مهمه جدا جدا جدا. بص معايا، بيقول لي جا مجموع الزاويتين بيساوي جتا الزاويه الثالثه. تمام، جتا مجموع الزاويتين بيساوي سالب جتا الثالثه، يبقى الجا مجموع الزاويتين بيساوي جا الزاويه الثالثه، ولكن الجتا بيساوي سالب جتا الزاويه الثالثه. بمعنى اصح ج ب زائد ج بتساوي ج ا، ا زائد ج بتساوي ج ب، ا زائد ب بتساوي ج ج، انما جتا بتساوي سالب، يعني ب زائد ج بتساوي سالب جتا ا، سالب جتا ب سالب جتا ج، عكسهم طبعا، ركز فيها معايا. وده كل القوانين الخاصه بقاعده الجيب. القاعده الثانيه
قاعده جيب الايه التمام اللي هي قاعده الجتا. تعال نركز فيها مع بعض. عندي بقى حالتين، الحاله الاولى لو معاك 3 اضلاع، الحاله الثانيه لو معاك ضلعين وزاويه محصوره ومحتاج تجيب الضلع الاخر. طب تعالى معايا كده. اول حاجه ممكن نجيب الزوايا وممكن نجيب الاضلاع. تعال نجيب الضلع الاول. لو عايز الف شرطه بقول الف شرطه كل تربيع، مش ده الضلع اللي انت عايزه؟ طيب فين الضلعين التانيين؟ ب شرطه تربيع زائد ج شرطه تربيع ناقص 2 اضربهم في الضلعين من غير تربيع، ب شرطه ج شرطه جتا الف. بحاول اقرا لك القوانين، بحاول افسر لك القوانين على قد ما بقدر. طيب عايز ب شرطه تربيع، مش انت خدت ب شرطه؟ طيب ناقص ايه عندك؟ الف وج، يبقى الف شرطه تربيع ج شرطه تربيع ناقص نفس الضلعين من غير تربيع، الف شرطه ج شرطه جتا الزاويه الناقصه. طيب تعال نشوف اللي بعده. ج شرطه تربيع نفس الكلام، اللي ناقص الف وب، يبقى الف شرطه تربيع ب شرطه تربيع ناقص نفس الضلعين 2 نفس الضلعين مضروبين في بعض جتا الزاويه اللي معاهم. طيب لو عايز الزاويه على طول يا مستر جتا الف او جتا ب او جتا ج، طيب جتا الف الضلعين الناقصين يبقى ب شرطه تربيع زائد ج شرطه تربيع ناقص الزاويه اللي انت عايزها الف، يبقى الضلع بتاعها اللي هو الف شرطه تربيع على 2 ب شرطه ج شرطه. في اي مشكله؟ ب شرطه تربيع نفس الكلام وج شرطه تربيع نفس الكلام، واستنتجنا القانون ده طبعا من القانون الاولاني. طيب ركز معايا. عشان تجيب الزاويه هنا من الناتج بتاعك، من الناتج بتاعك بعمل حاجه اسمها شيفت كوزاين. شيفت ايه؟ كوزاين. خلي بالك. طيب عندي ايه بقى؟ بيقول لي شفره الثلاث تربيع هتخلص معاك ازاي في كل المسائل؟ تعال نشوفها مع بعض. التربيع ما تنساش الجذر بعد ما بطلعها او اشاره الاثنين. بص معايا بقى ناخدها ازاي مع التربيع براحه واحده واحده. هنقول له الف شرطه تربيع زائد ج شرطه تربيع ناقص زائد ب شرطه تربيع ناقص ج شرطه تربيع بتساوي ايه؟ 2 الف ب جتا ب. تمام كده؟ لو مش عايز تخلص من التربيع. نفس الكلام هنطبقها في الزاويتين التانيين والضلعين التانيين، نفس الكلام في الضلعين التانيين. تمام كده؟ طيب خلي بالك من السؤال دوت عشان دي بنحتاجها كتير في كل المسائل. طيب فيديو طبعا صغير جدا، ليه؟ لان طبعا حساب مثلثات فرع صغير جدا عندنا. اخر حاجه عندي بيقول لي جتا الزاويه بتساوي سالب ج المكمله، يعني الزاويه والمكمله بتاعتها، الجتا الزاويه بتساوي سالب المكمله بتاعتها. طيب وجا الزاويه زائد جتا الزاويه بتساوي ايه؟ صفر، يعني الجو الجتا بتوع الزاويه بتساوي صفر. الف زائد ب بتساوي 180 وجتا الف بتساوي سالب جتا ب، او جتا الف زائد جتا ب بتساوي صفر. في اي مشكله؟ طيب بيقول لي في اي شكل رباعي دائري مجموع اي زاويتين متقابلتين بتساوي 180 درجه. طبعا دي كاتبينها في الملخص بتاعك. حل المثلث المقصود بيه طبعا، وده يعتبر اخر درس عندي اللي هو تطبيق على قاعده الجيب وجيب التمام. المقصود بيه ايجاد كل الثلاث اضلاع والثلاث زوايا اللي موجودين عندك. وبكده نكون خلصنا. وعايز اقول لك طبعا ركز الفتره الجايه دي عشان الامتحانات هتبقى مستواها حلو جدا، واشوفكم في فيديوهات التطبيقات للناس العلمي فقط. يلا مع السلامه.